السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هيكون فيديو مهم لاي حد عايز يزود دخله، سواء طالب وبيدرس، ست بيت، او شغال ومحتاج دخل اضافي، او حتى عايز يبدا يشتغل في التجاره بس معهوش راس مال كافي، او حتى معهوش فلوس اصلا. واي حد عايز يشتغل في التجاره لازم يبقى عارف انه كل فتره هينزل العتبه عشان يجيب بضاعه جديده ويكمل الناقص في المخازن، واكيد هيبقى فيه مرتجعات، ودي تعتبر خساره. والمشكله الكبيره هي التعامل مع شركات الشحن ومشاكلهم اللي ما بتخلص. علشان كده احنا النهارده هنتكلم عن موقع تاجر معايا، لانه حل كل المشاكل دي، وكمان هيوفر لك الدخل المادي اللي انت تحدده بنفسك. وبقول لكم ايه، في مفاجاه، استنوا اخر الفيديو. مهم دلوقتي يلا من غير كلام كتير، روح هات كوبايه الشاي بتاعتك علشان تروق، وتعالى لي علشان نبدا الفيديو. هتفتح جوجل من عندك، من على الموبايل او من على اي جهاز كمبيوتر، وتبتدي تكتب كلمه تاجر معايا وتضغط انتر. هيطلع لك اول حاجه موقع تاجر معايا، وبعد كده اللي بعديها دي صفحه الفيسبوك بتاعتهم. هنضغط على الموقع، هيفتح معاك بالمنظر ده. دي الواجهه الرئيسيه بتاعتهم، وشرح بسيط لفكره عمل الموقع، ودي انا هشرحها لكم وانا بشرح الموقع علشان نبقى عاملين فيديو كده في السريع وفي السخان، خفيف وفي نفس الوقت تفهموا فيه كل حاجه عشان ما اطولش عليكم. تمام. وهنا ممكن تواصلوا مع الفيسبوك او واتساب او انستجرام، وممكن من هنا نضغط سجل الان، او ممكن حتى من هنا من فوق علشان نخش على الموقع وابدا اوريكم فكره العمل وازاي هتعرفوا تكسبوا من عليه. لما ضغطنا سجل الان هيجيب لك هنا تسجيل جديد او تسجيل دخول. لو انت لسه اول مره تسجل على الموقع هتضغط تسجيل جديد. لو انت مسجل قبل كده هتبتدي تكتب الايميل والباسورد اللي انت عملتهم وانت بتسجل اول مره وتخش عليه. خليني ابدا معاكم كاننا بنسجل تسجيل جديد. هنعمل متابعه، هيدخلك تكتب اسمك، وبعد كده البريد الالكتروني بتاعك ايا كان، يعني دخل اي ايميل عندك، وتكتب رقم تليفونك وتعمل باسورد وتحفظه عشان تخش بيه بعد كده. تمام. بس انا مسجل قبل كده، فانا هرجع وهعمل تسجيل دخول، لان انا بالايميل اللي انا عامله قبل كده انا سجلت قبل كده. هدخل. دي واجهه الموقع اللي هتفتح لك اول ما تسجل عليه. تعالى اوريكم كده، ناخد بصه سريعه. عندك هنا دي كلها انواع المنتجات اللي عندهم. تعالى نخش مثلا بصه سريعه كده لاكسسوارات الموبايل. هتلاقي عندهم مجموعه حلوه جدا. بص، وفي كذا صفحه تانية ممكن نقلب فيها كمان. خلينا مثلا نخش على اي حاجه في دول هنا كده عشان اوريكم فكره العمل بقى بسرعه. انت دلوقتي عندك الصور اللي زي دي لساعه اسمها 119 بلس. هتبتدي تاخد صور الساعه دي، تبتدي تسوق لها مثلا على الماركت بليس، على صفحه الفيسبوك بتاعتك. هتاخد الصور دي، وعندك هنا مواصفات كامله شامله لاي منتج عندهم. تمام كده. المنتج ده او الساعه دي هم عارضينها ب 105. انت مثلا عايز تبيعها ب 155 جنيه، فانت هتبتدي تاخد الصور بتاعتها والمواصفات وتبتدي تعرضها لحد ما يجيلك زبون، تقول له ان الساعه دي ب 155 جنيه، هو وافق على السعر. تاخد منه اسمه ورقم تليفونه وعنوانه، وتبتدي تيجي هنا تطلبها للعميل ده. تمام. هتيجي هنا العموله، انت عايز عمولتك كام؟ 50 جنيه زياده، صح؟ فتبتدي تكتب 50 جنيه. العميل بتاعك طالب منك قطعه واحده، خلاص يبقى الكميه واحد. تضيف القطعه دي للسله، هتلاقيها ظهرت انك اتضافت للسله. وبعد كده تعمل معاينه السله. خلاص السعر مظبوط، هي دي القطعة اللي احنا عايزينها بالظبط، الكمية مظبوطة والسعر العمولة مظبوطة. الإجمالي النهائي كام؟ 155، اللي هو سعرها زائد العمولة اللي انت حددتها بنفسك. تمام كده. هتعمل إتمام الطلب. هتلاقي جالك هنا اسم العميل أو الاسم بالتفصيل اللي انت خدته من العميل بتاعك. فمثلا هنكتب فيه محمد. تمام كده. العنوان بالتفصيل أهم حاجة هنا، علشان تضمن إن الأوردر بتاعك اللي العميل بتاعك طلبه يوصل وتاخد ال 50 جنيه بتاعتك. هما مش بيخصموا من 50 جنيه اي حاجه، المبلغ اللي انت بتكتبه بتاخده كامل من غير اي خصومات. عشان كده بقول لك دخلك هتحدده بنفسك. تمام كده. فهتبتدي تكتب العنوان بالتفصيل، الشارع والعماره وكمان الشقه. الكلام ده كله يكون دقيق عشان تضمن انك هتاخد العموله بتاعتك والاوردر هيوصل فعلا. ولو تعرف كمان لو في علامه مميزه عشان تتاكد ان الاوردر هيوصل. حاجات للتسهيل على مندوب الشحن وهو رايح، يعني فاهم قصدي؟ مثلا سي ان هو في شبرا مثلا العميل بتاعك، المحافظه، ودي على اساسها هيتحدد مصاريف الشحن. مثلا هنختار انها هنا في القاهره. تمام كده. لما تنزل تحت هنا هتلاقي ان السعر الاجمالي النهائي 155، اللي هو سعر المنتج 105 والعموله اللي انت حاططها 50، لسه مفيش مصاريف شحن. فانت حددت هنا انها القاهره. لما نضغط متابعه هيحدد لك مصاريف الشحن اللي هي كام، اللي هي عامه القاهره والجيزه بتاعتهم 30 جنيه تقريبا. رقم التليفون
يعني مثلا يعني ايا كان رقم التليفون انت هتجيبه منه، وحاول تجيب رقم تليفون بديل علشان لو رقم التليفون الاساس طلع مغلق يبقى في وسيله تانية تواصل يعني. تمام، نعمل مثلا رقم التليفون البديل ايا كان، وبعد كده نضغط متابعه. هتلاحظ هنا ان ال 30 جنيه فعلا اتضافوا اللي هم بتوع مصاريف الشحن بتوع القاهره. تمام كده، نبتدي نضغط تاكيد الطلب. تعال نضغط تاكيد الطلب. قال لك ايه؟ يمكنك استعراض سجل الطلب، يعني تروح للطلبات بتاعتك هتلاقي الطلب ده اتضاف. نروح كده اهو، اخر طلب احنا طلبناه، نضغط عليه كده علامة العين دي اهو، محمد والشارع والعمارة اللي هو العنوان اللي احنا كتبناه. وعندك هنا الاجمالي 105 والعمولة الكلية 50 وسعر الشحن 30 والاجمالي النهائي 185 اللي هو سعر منتج 105 زائد 50 جنيه العمولة بتاعتك زائد 30 جنيه اللي هي مصاريف الشحن. تمام كده، هتلاقي هنا في تفاصيل كتير من نحن ومعلومات شحن التوصيل. انت عايز تعرف بقيه اسعار الشحن عندهم، وفي اسئله، لان في اسئله بتبقى متكرره الناس كلها بتسالها، هتلاقيها موجوده عندهم لو انت عايز تتواصل معاهم. هوريكم دلوقتي الحساب بتاعكم، بس في حاجه مهمه هنا اخيره. معلق، يعني ايه كلمه معلق؟ اول ما بتعمل الاوردر بيبقى حالته معلق. طب بعد معلق هيبقى فيه ايه؟ تم التجهيز. او تعالوا اوريها لكم زي ما هي مكتوبه احسن عشان نتاكد الكلام هيتقال مظبوط. نخش على معلومات الشحن والتوصيل اهو. عندك هنا اول حاجه معلق، وده اول ما الاوردر بيتعمل لسه محدش بص عليه هيفضل معلق. وبعد كده هم هيبتدوا يشوفوا الاوردر بتاعك ويكلموا العميل عشان يتاكدوا ان الاوردر مظبوط، وبعد كده يبتدوا يغلفوه ويجهزوه عشان شركه الشحن تستلمه. اول ما يبتدي تجهيز الاوردر يعني تغليفه، هيحول لك من معلق لحاجه اسمها تم التجهيز. تعرف ان هم بصوا على الاوردر بتاعك وكلموا العميل وتاكدوا ان الاوردر بتاعك فعلا مظبوط. اول ما الاوردر يسلم لمندوب الشحن هيخش حاجه اسمها تم الشحن. وبعد كده اول ما يوصل العميل بتاعك هتلاقي حاجه اسمها تم توصيل الاوردر. واول ما يوصل تم توصيل الاوردر خش على حسابك يا باشا، هوريهولك دلوقتي. هتلاقي الفلوس بتاعتك اتضافت، 30 جنيه اتضافولك، وتقدر تخش تطلبهم من الموقع. ممكن تخش مثلا تطلبهم فودافون كاش، او ممكن تروح تشتريهم بنفسك، او لو انت معاك الوفات مثلا ممكن تطلب تحويل بنكي. تعالوا بعد كده بقى نرجع تاني ونروح للحساب. هتلاقي فوق هنا في حاجه اسمها حسابي. حسابك ده خش عليه كده، هتلاقي فيه كل حاجه انت ممكن تحتاجها وممكن تتخيلها. فضي ده هم عاملينها فئات، كل فئه ليها مميزات اعلى من اللي بعدها. فانت كل ما هتجيب اوردرات اكتر كل ما هتعلى، هتلاقي السعر ارخص. هتلاقي في حاجه اسمها زي فاوتشرز واسامي تخفيض، الموضوع هيفرق معاك كتير. عندك بعد كده لو انت عايز تغير الباسورد بتاعك لو انت نسيته مثلا، عايز تغير معلومات حسابك الايميل او الاسم. تمام كده. واهم حاجه هنا هي عرض سجل الطلبات عشان تشوف طلباتك، وعرض رصيدك المتوفر. فلما الاوردر الحاله بتاعته تتحول من معلق لتم التوصيل، لما تضغط على عرض رصيدك المتوفر هتلاقي ان سعره اتضاف هنا، وهتلاقي اتضاف لك 50 جنيه اللي هي زياده اللي انت هتطلب بعد كده منهم ان هم يدوها لك. بس حاليا الرصيد ده لسه صفر لان الاوردر ده احنا لسه عاملينه مع بعض دلوقتي. بس في الاول وفي الاخر التجاره شطاره. انا دلوقتي مثلا عامل 50 جنيه عموله، انت ممكن تعمل 100 او ممكن تعمل 30 حسب الزبون اللي قدامك وحسب ما انت شايف، حسب نظرتك في السوق. انت مش لازم تشتغل في اكسسوارات الموبايل بس، ممكن مثلا تشتغل في العنايه الشخصيه. ممكن تشوف المناسب عندك هنا وتحطه. ممكن مثلا تخش في ايه، في ادوات منزليه، تشوف المناسب في كل حاجه وتبتدي انت تشتغل فيها. الستات لو انت هتعرفي مثلا تجيبي اصحابك تبيعي لهم حاجات زي كده، وممكن انت تشتري لهم حاجات في البيت وتضيف العموله اللي انت عايزها، والاوردر هيوصلك لحد البيت والعموله في جيبك يا باشا. المهم التجاره شطاره، وكل ما انت تعرف تبيع اكتر وتعرف تقنع العميل اللي قدامك كل ما انت هتقدر تكسب اكتر. وميزه الموقع هنا ما فيهوش اي قيود. لو انت عايز تخلي العموله صفر تقدر، عايز تخليها 1000 جنيه تقدر، مفيش اي شروط، الموضوع مفتوح وكله معتمد على قدرتك انت. والمنتجات كلها قدامك وكل الاقسام قدامك، ممكن تشتغل فيهم كلهم في نفس الوقت. عايز تركز على فئه معينه من المنتجات براحتك، كله هيعتمد عليك انت ونظرتك في السوق وحسب ما انت شايف ايه اللي ماشي. هسيب لكم لينك موقع تاجر معايا تحت في صندوق الوصف، او ممكن تخش تكتبوا على جوجل تاجر معايا زي ما انا وريتكم دلوقتي. لو استفدتوا منه فعلا قولوا لي في الكومنتات علشان اعرف رايكم فيه، ولو في حاجه انا ما شرحتهاش كويس او انتم ما فهمتوهاش ممكن تكتبوا لي في الكومنتات، ولو لقيت في بوينت معينه في ناس كتير كاتباها هعمل لكم عليها فيديو تاني. بس كده يا سيدي، ابدا انت بس وهتلاقي فلوس نازله عليك زي الرز. المفاجاه بقى، اول واحد هيحقق 100 جنيه على الموقع ما ربحه الخاص ياخد منها سكرين شوت ويبعتها لي على الانستجرام، وانا هبعت له ساعه اكس 9 هديه، وهعمل له ستوري ليه هو في الجيف اويز بتاعتي على الانستجرام هثبتها له. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عندكم اي اسئله ممكن تنزلوا اكتبوها لي تحت في الكومنتات، انا بقراهم كلهم. وبالمره روق عليها بلايك للفيديو واشتراكك في القناه، وهتلاقي لينك موقع تاجر معايا تحت في صندوق الوصف وكمان في اول كومنت. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.